مع قبرص في أمور كثيرة استثمارية. فصفقة الغاز أنا بربط، وما عنديش تأكيد، لكن أنا بربط بين صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي حاولنا وقفها، وبين اتفاقية ترسيم الحدود. يعني هم تعاصروا إلى حد ما مع قبرص، التي لم تنشر. هي نشرت في الجريدة الرسمية ومرت على البرلمان، لكن لم يتحدث عنها أحد. دي في 2003. في 2003 إلى أن جاءت القصة ظهرت على الأفق 2010. يعني هنا في خيانة عظمى بتتم للبلد. احنا رحنا، أنا بعت جواب لوزير الخارجية، بقى عملت الدعوة وبعت له عشان أشرح له، وبعت له هذه الخرائط، وبعت له البيانات الفنية. ومجلس الشورى الدكتور عودة أثار الموضوع فيه، ومجلس الشورى طلع لجنة الطاقة خدت قرارات بأن لازم يبحث الموضوع. كل ده اتنسى في الوقت، لا عدل شورى ولا شعب ولا أي حاجة. ولا حتى في وجود مجلس الشورى الفساد كان أكبر. هنا البئر اللي بتقول حضرتك بريتش بتروليوم حطت ايديها بالكامل عليه وهتبيع منه لمصر بسعر تفضيلي، وهو موجود في المياه العميقة المصرية. المهندس حاتم عزام بيقول لي هذا البئر بيعتبر أكبر اكتشاف للغاز، ويمتلك 20% من إنتاج مصر من الغاز. 20% من إنتاج مصر من الغاز تسيطر عليه بريتش بتروليوم وبتبيعه لمصر وفق اتفاقية عاملاها مع مصر. وهنا بيقول إن مصر بتخسر بسبب هذه الاتفاقية 32 مليار دولار. سعادة السفير، الشعب المصري الآن ما يعرفش كتير من هذه الحقائق حول هذه الثروة، حول هذه الأشياء. الجيش مشغول بقتال الشعب والسيطرة عليه والمجيء بالانقلاب العسكري والسيسي رئيس. إسرائيل بدأت تضخ الغاز وبدأت تعمل اتفاقيات بالفعل. هنا عايز أسألك عن دور تركيا. تركيا هنا أحد المشاهدين باعت لي بيقول لي إن أول زيارة قام بها أردوغان لمرسي اتكلم فيها على ترسيم الحدود البحرية. مظبوط، هو جه يتحالف مع مصر ضد هذا النهب الإسرائيلي اليوناني القبرصي، لأن هم اللي عايزين ياخدوا الغاز حتى في وانت حضرتك تعرف ان قبرص فيها قسم تركي. نعم. وبعدين قبرص فيها جزيرة بريطانية تحت السيادة البريطانية لغاية دلوقتي صغيرة. نعم. واخدة مساحة بحرية كبيرة جدا وضمت إلى قبرص. فهنا المسائل كلها يعني تفسيرها يصعب على الإنسان. يعني أنا بعلل الموضوع إن القيادات ما عندهاش علم والخبراء ما بيعرضوش الحقائق. ازاي ما عندهمش علم؟ وسيادتك بعت ليهم كلهم هذه الاشياء. الاستاذ فهمي هويدي هنا بيقول ان هو التقى مع 2 من قيادات المجلس العسكري واعطاهم هذه الدراسات كامله وهذه الخرائط ولم يتحرك احد. النقطة الثانية ان العسكر بيسيطروا على وزارة البترول، وحضرتك عارف ان هم بيصروا على تعيين وزير البترول من عندهم بالظبط او تحت وصايتهم. وان أسامة كمال هذا اللي هذه الاتفاقيات مررت في عهده، العسكر هم اللي فرضوه وهم اللي مرروا هذه الاشياء كما يقول حاتم عزام. لا بالظبط، ده كلام صحيح. واحب بس اتكلم عن انت مش بعت للسيسي الحاجات دي؟ لا انا بعت لطنطاوي. بعت لطنطاوي. طيب يعني هتقول لي هم مش عارفين؟ وانا بس بترجاهم كمان دلوقتي، مش بس الغاز، مياه النيل. مياه النيل يا جماعه حرام عليكم، مياه النيل بتضيع واحنا بنلعب. يعني اتقوا الله في مصر. ارجع لتركيا. تركيا تعتبر بالنسبه لنا حليفه في هذا المجال. ده هي بقت عدوة دلوقتي للعسكر. لا، عدوة للعسكر، للحكومة خلاص أفهم ذلك، لكن من أجل مصر ومصلحة الشعب لا نعادي. يعني خلينا نعاديهم لكن نحمي حقوقنا. يجدون توليفة تشمل إن احنا بنكرهها وبنعاديها، بس بنتعاون معاها. ده هي مستعدة للحرب في المنطقة. يعني هل يمكن
أن تكون منطقة شرق المتوسط أن تشتعل بها حرب بسبب ثروة الغاز الموجودة فيها التي تقدر ب 300 مليار دولار وتسيطر عليها الآن إسرائيل وقبرص؟ هناك تقارير لخبراء وصحفيين وإعلاميين ونشرت بأن حرب الغاز قادمة في الشرق المتوسط. يبقى احنا لازم نستعد لهذا. هم الأول لما يخلصوا حربهم مع الشعب ان شاء الله ربنا يسهل بقى حاجه. ارجع اقول بقى، هل توجد حلول قانونيه سعاده السفير وانت يعني راجل قانون ومتخصص في قانون البحار، هل توجد يعني نعم. حلول قانونيه تحصل بها مصر على حقوقها وحقوق الشعب المصري في هذه الآبار؟ نعم، في الاتفاقيه وهي ملزمه وموقع عليها اسرائيل وموقع عليها قبرص. اي اتفاقيه؟ اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار. اه وهي تمنع التقسيم الاتفاقيات الثنائيه. وفي يعني لازم الدول دي كلها تقعد مع بعض ترسم مع بعض. لازم يرسموا مع بعض. وفي كمان محكمة لقانون البحار في جامايكا بتبت في المسائل المتنازع عليها. ثم إن هذه الاتفاقية تركت الحرية للدول أن تلجأ إما لمحكمة البحار في جامايكا وإما لمحكمة العدل الدولي. أنا كنت اقترحت على وزير الخارجية السابق إن احنا الاتفاقية نفسها اللي مع قبرص فيها مادة بتقول انها ممكن نراجعها. ده وقعه في 2013، ده 12 ديسمبر اللي فات. يعني مراجعة بقى لورا. يعني ادوا لقبرص كل شيء. ده اعطوها الحق في التوغل في المياه الإقليمية المصرية 10 كيلومتر. يا فندم انا ذهلت ان ازاي ايه اللي يجيب وزير خارجية قبرص، ايه اللي يخليه يجي مصر يعني. وبعدين بعد كده يجي رئيس وزراء اليونان بيقول لك جاي يطمئن على خريطة الطريق. رئيس وزراء اليونان جاي يطمئن على خريطة الطريق العسكر. وبعدين يروح عدلي منصور اليونان. دي بقى ده يوم 10 يعني قبل يوم 20 عفوا. راح اليونان لمدة يوم. فده يعني حاجة الشعب عاوز تفسير ليها. في علامات استفهام على خيانة عظمى هنا.